مساكم الله بالخير يا جماعة. قصة اليوم أبكيتن صراحة. تتكلم عن بر الوالدين. هذه يا جماعة القصة حقيقية صارت بين شايب وولده الذي يبلغ عمره 20 عام تجسد لك معنى البر. بداية القصة يا جماعة أنه هذا ولد يسكن مع أبوه بعد ما توفيت أمه، لكن كانت حالة الأب المادية سيئة شوي. جالسين بأمان الله ما عندهم خلاف بالصالة، تفاجأوا بطق باب قوي. قام الولد بيفتح الباب، تفاجأ بوجود رجل قدامه. الرجال اللي كان قدامه منفعل، فتح الباب بقوة، ما سلم على الولد، راح متجه تجاه الشايب هذا ويصارخ عليه ويقول له. الرجال بسرعة راح متجه للشايب، قال له يا أخي اتق الله، سلم الفلوس اللي أنا أطلبك إياهن، ترى أعطيتك مهلة أكثر من اللازم. كان معصب بالحيل. انضاق صدر الولد بالحيل على الموقف اللي صار له قدام أبوه. راح لما الرجال قال له يا عم كم على أبوي من الديون، كم عليه دين؟ قال له هالرجال وهو معصب أكثر من 90,000 ريال، ومن مبطي وأنا أطلبهن إياه ولا أعطاني إياهن إلى الحين. اتجه الولد بسرعة لغرفته، جاب الولد 27,000 ريال، جميع ما جمعه ليوم عرسه، وأعطاهن الرجال، قال هذا دفعه والباقي إن شاء الله بعطيك إياه وأبشر بالخير. طبعا انصدم الأبو من الموقف اللي سواه الولد، وبكى بكاء شديد، وطلب من الرجال انه يرجع المبلغ كامل لولده. رفض الولد وقال اي دين لابوي انا بسدده. الولد لابوه وحب راسه وقال له يبقى قدرك اكبر من كذا، واي دين عليك بسدده انا. التفت الابو على ولده وقال له الله يوفقك ويسدد اخطاك. باليوم اللي بعده، بعد ما كان الولد بالعمل، جاءه احد اصدقائه اللي من زمان ما شافه وسلم عليه وجلس عنده، قال بيك بموضوع. باختصار السالفة اني جاي بسلم عليك واقول لك اني جلست امس مع احد رجال الاعمال، وقال لي انه ابي واحد يشتغل عندي يكون امين، يكون صادق وامين، وصراحة ما شفت هالصفات الا بك انت، فقدم استقالتك الحين وانا راح اضمن لك وظيفة، وخل نروح لما الرجال هذا ونشوف شو وضعه. طبعا تفاجأ الشاب بالموضوع، تذكر كلام ابوه يوم يقول الله يوفقك ويسدد اخطاك. راح مع الرجل الاعمال هذا بيناظر وش السالفة. يوم وصل صار بالليل، جلس الشاب هذا مع رجل الأعمال، ارتاح له رجل الأعمال بالحين، وسأله عن أخباره وش علومه وكم راتبك الحين. جاوب محمد 4,900 ريال. قال له رجل الأعمال إذ رح الحين وقدم استقالتك وتعال من بكرة وراح أعطيك راتب 15,000 ريال. قال له رجل الأعمال راتبك راح يكون 15,000 ريال ومقدم راتبين ولك 5% من أرباح الشركة. تفاجأ الشاب من هالموقف وعجز لا يمسك نفسه، بكى بكاء شديد وهو يردد أبشر بالخير يا أبوي، أبشر بالخير يا أبوي. تفاجأ رجل الأعمال من بكاء الشاب وقال له وش اللي يبكيك؟ فقال له السالفة اللي صارت لهم قبل يومين، وقال له إن أبوي عليه ديون. ما سمع رجل الأعمال جميع ما حصل، أمر بتسديد جميع ديون والد هذا الشاب، وهذه ثمرة بر الوالدين.